الآن اسأل نفسك، هل أنت تصافي أعداء الدين وتجاملهم وتصادقهم وتعمل بأعمالهم أو ببعض أعمالهم مع علمك بحالهم ومقالهم وأهدافهم؟ وهل يكون عندك تجاههم ما يسمى بأقل الإيمان وهو الاستنكار القلبي؟ وقد قلت في بعض مؤلفاتي أن هذا الاستنكار القلبي ملازم مع الإيمان، لا ينفك عنه، لأن الفرد الذي لا يجد الأسف في نفسه لأن الفرد الذي لا يجد الأسف في نفسه ليس بمؤمن إطلاقا، بل هو مثل صاحبه في الانحراف والفساد، ويكون مشمولا لمثل قولهم عليهم السلام: الراضي بفعل قوم كفاعله، وقولهم: الله يحشره مع من أحب. وإذا وجدت عيبا أو حراما أو فعلا حراما ولم تستنكر قلبيا، فمعنى ذلك أنك تحبه وتحب أن تكون مثله، فيكون هذا هو العيب الرئيسي لك أمام الله سبحانه وتعالى. التلفزيون بما فيه من أغاني محرمة وصور خلاعية ومسلسلات أجنبية لم توضع ولم تؤسس أصلا إلا لإخراج الناس عن ورعهم وعفتهم ودينهم، وليتهم حينما يملكون جهاز التلفزيون أن يستعملوه بالحلال، فلا يغضب الله سبحانه وتعالى، لكانوا أحسن صنعا نسبيا. ولكن لذة النفس الأمارة بالسوء إنما هي بالعصيان والطغيان والتمرد أمام الله سبحانه وتعالى. حرمة شرب الخمر من ضروريات الدين ونص رب العالمين في القرآن الكريم، ومع ذلك سبحان الله وفي المجتمع المسلم نجد كثير من الحانات وبيوت الخمر منتشرة في كثير من بلدان العراق وغير العراق، وهذا من الخزي على المجتمع المسلم والمؤمن بطبيعة الحال. فنطالب من هنا بإغلاقها جميعا عن بكرة أبيها ولا يبقى لها جملة من اللذائذ يجب الاجتناب عنها، وهي محرمة وممنوعة، وإلا لا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ولا متورعا أصلا كما هو واضح جدا. زين، الخطوة الأخرى أن الإنسان إذا كان مؤمنا ومتورعا لحقته تعاليم أخرى وتمارين أخرى تصعد به في درجات الكمال، من حيث أن كل لذة دنيوية وإن كانت مباحة تكون مرجوحة في درجات الإيمان العليا. ومنه يقول في الدعاء: اللهم إني أتوب إليك من كل لذة بغير ذكرك، لأنني حينما تلذذت بهذه اللذة نسيت ذكر الله سبحانه وتعالى، وانشغلت باللذة نفسها، ونسيت أن الشعور باللذة أساسا منه خالقه ومنه جايبه ومنه مركبه بي جل جلاله، إنما هو من نعم الله سبحانه وتعالى، فلم أذكر ذلك ولم أشكر على ذلك، فخاب عملي في ذلك الحال. وهي أوقات كثيرة تمر على الإنسان على ذلك، بل لعل كل حياته على ذلك، كما يقول في القرآن الكريم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.